السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير بمناسبة العشرة، اول العشرة الكرام من ذو الحجة. كل عام وانتم بخير، يا رب يجعله عيد خير وسلام عليكم يا رب. فزي ما احنا متعودين، جاي لي الاسئلة طبعا مش هكررها كتير. ففي سؤالين فهم محيرين الناس كلهم. فهو دي اي معرفش هي دي بقى عادة ولا عيب طيور ولا ايه بالظبط، بس انا هجيب لكم الحل بتاعها. واحدة بتقول لي انا مربية انا وزميلتي فراخ، والفراخ الحمد لله باضت وبقت كويسة. هم متابعين معايا على طول من اول يوم ما جابوا الفراخ يعني. فالفرخة رقدت 10 ايام وقامت من على البيض. طيب انا هعمل ايه؟ انا في ايه وانا مش عارفة صاحبتي تتصرف فيه ازاي؟ هقول لك خليها هاتيه لو البيض سخن لسه، لو سخن لسه ما سقعش، هتحطيها مطرح ما هي راقده في سبت، وهتكفي سبت على الارضيه بتاعته كده، ما تكفيهوش كده كده، وتحطي ايه عليه طوبه تطلعيها وقت الاكل، وباذن الله هتكمل وتطلع. اما لو البيض سقع هتكسري بيضه او تحطيها على ودنك لو فيها الروح، هتعملي زي ما قلت لك، ما فيهاش الروح استعوذي ربنا فيه. خلاص. طيب السؤال التاني، واحده جايه بتقول لي يا ام عبدو انا عايزه الخلطه اللي انت عملتيها للفراخ من اسبوعين، لان انا مش فاهماها اجيب ايه. معلش انا عملت كل حاجه كده وقمت جايه حاطها لك على بعضها، لكن انا دلوقتي جبتها لك بالتفصيل. ايه هي بالتفصيل؟ كل حاجه بالتفصيل معاكي اهي. كل حاجه ب5 جنيه. 5 جنيه كركم عشان الخميره، 5 جنيه كركم، 5 جنيه سمسم، 5 جنيه كمون، 5 جنيه كزبره، 5 جنيه حبه البركه. خلاص. احنا هنحط من كل دول معلقه صغيره مع نص معلقه صغيره ملح، معلقه نشا. خلاص. الخلطه دي لو في اسهال بنزل بيها، طبعا احنا بنضيف معاها معلقه خميره، دي خميره طبيه. مفيش خميره طبيه بنطحنها في الخلاط يا جماعه، ما تنزلوش بالخميره نهائي لو صيف ولا شتاء في الميه، الخميره على الاكل. خلاص. يبقى احنا دلوقتي لو في اسهال بننزل بالخلطه دي، لو مفيش اسهال بنزل بالخلطه دي. لو في اسهال بعمل ايه؟ بلغي الحلبه. لو في اسهال بلغي الحلبه، مفيش اسهال بضيف عليها معلقه حلبه. يعني لو في اسهال بلغي الحلبه زي ما انتوا شايفين كده، مفيش عندي حلبه هنا ناعمه. خلاص. لو في اسهال بلغيها، بلغي الحلبه. خلاص. يبقى يا حبايبي كده الخلطه قدام منكم اهي، وانا معاكم واحده واحده يا جماعه، بكررها لكم تاني. لو في اسهال انزلي بالخلطه دي، لو مفيش اسهال بنضيف عليها معلقه حلبه مطحونه لزياده الوزن. يبقى انت الخلطه معاكي هنا اهي، عايزه تضيفي عليها بصله ضيفي عليها بصله، بس تنزلي بالخلطه دي الصبح بدري. حطيتي بصل تنزلي بيها الصبح بدري، ما حطيتيش بصل انزلي بيها عادي، وخلي البصل وخلي الليمون دي ايه، مضاد حيوي مره تانية. يبقى انا قلت لكم على السؤالين النهارده، وركزي معايا في الحاجه دي: كركم، سمسم، كمون، كزبره، حبه البركه، خميره، ملح، معلقه نشا. خلاص يا جماعه. الخلطه دي بتنزل في حاله اللي لو في اسهال. مفيش اسهال بضيف عليها معلقه ايه، حلبه، لان الحلبه بيزود الاسهال. هتقولي لي الحلبه ليه يا ام عبده ما بتضيفهاش على الخلطه دي؟ هقول لك الحلبه بتزود الاسهال. يبقى انت مفيش عندك اسهال، لو في عندك اسهال انزلي بالخلطه دي. لو مفيش اسهال هنزود عليها معلقه حلبه مطحونه. خلاص يا حبايبي. يبقى انا قدام منكم الحاجه اهي والخلطه اهي، واحده واحده معاكم، وانا معاكم واحده واحده مع المبتدئين. اي حد محتاج اي حاجه انا مش هبخل عليكم فيها، المعلومه فيد واستفيد. ما تنسونيش بقى بالتعليق وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناه ام عبده للطيور المنزليه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.